فدين الله هو الهدى الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الإسلام وهو الإيمان وهو البر والتقوى. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فدين الله الذي هو الإسلام والإيمان هو التقوى. سمي تقوى لأن الله يقي به العبد من عذابه وغضبه. من أدى حق الله واستقام على الإسلام والإيمان وقاه الله شر الدنيا والآخرة وأدخله الجنة وأنجاه من النار. فسمي دين الله تقوى لأن الله يقي به عباده من عذابه وغضبه. وسمي إسلاما لأن العباد ينقادون له، إنهم مأمورون أن يسلموا لله وأن ينقادوا لعظمة الله وأن يؤدوا حقه عن خضوع وذل وإخلاص وانكسار بين يدي الله. وسمي إيمانا لأن العبد يصدق أمر الله ونهيه وما أخبر به في كتابه، لهذا سمى دينه إيمانا، لأن المؤمن يؤمن بالله وبكل ما أخبر الله به ورسوله ويصدق بذلك بعمله وقوله وينقاد لذلك عن رغبة وعن رهبة وعن إخلاص. فعلى كل مؤمن، على كل مكلف من الجن والإنس، عليه يتقي الله، عليه يراقب الله حتى يؤدي هذه العبادة التي خلق لها، ولا يكون مؤديا لها إلا بالإخلاص لله، بعبادة الله وحده دون كل ما سواه، وبأداء فرائضه من صلاة وغيرها، وبترك محارمه من الشرك وغيره من المعاصي. بهذا يكون قد عبد الله، بهذا يكون قد عبد الله، قد اتقى الله، قد قبل الهدى الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، قد أدى البر الذي هو التقوى والإيمان، ولكن البر من اتقى، وقد أدى حقيقة الإيمان والإسلام بتوحيده لله وإخلاصه لله وقيامه بحق الله وتركه معاصي الله. بهذا يكون قد أسلم وآمن وصار من جملة الأبرار والمؤمنين والصادقين ومن جملة من قبل الهدى.